تعال اقول لك ليه دي ازحم قاعه موجوده في المتحف المصري الكبير وبيجي لها سياح من كل حته في العالم. خليني اقول لك القصه من الاول. يوم افتتاح المتحف المصري الكبير مصر استضافت 79 وفد رسمي من كل دول العالم. الكل كان جاي مخصوص عشان يشوف حدث العالم كله مستنيه. وهنا كانت المفاجاه، وهي عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون لاول مره في التاريخ، زي ما كانت جوه مقبرته بالظبط، لكن في أعظم متحف أثري على وجه الأرض. القاعة دي جمعت أكتر من 5000 قطعة أثرية من مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون. ومن أول لحظة افتتاح القاعة دي بقت أكتر مكان عليه إقبال الناس من كل حتة في العالم، واقفين صفوف عايزين يشوفوا بعينيهم السر اللي خلاها مختلفة. خليني أقول لك السر في وجود أغلى قطعة أثرية في التاريخ، وهي القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون. قناع معمول من أكتر من 10 كيلو ذهب خالص، وكل حجر فيه معمول بدقة تخليك تحس إن الزمن وقف عشان يخلد جماله. وعشان كده مش غريب إنها تكون أزحم قاعة في المتحف، لأن كل اللي بيدخلها بيخرج منها وهو حاسس إنه شايف بعينيه أجمل حكاية ذهب كتبها التاريخ.